بيكم في فيديو جديد من قناة كودفيرس. إن شاء الله هنحل مع بعض مسألة جديدة وجميلة قوي اسمها extra guests، يعني الضيوف الزيادة. طيب المسألة بتاعتنا بتقول chef planned a party and expected X people to be there. الشيف بتاعنا عمل خطة إنه هيعمل حفلة، وإنه في عدد من الأشخاص أو الأشخاص يعني اللي متوقعين إن هم يعني هيجوا أو هم كده كده هيجوا هيكونوا موجودين واللي هم X. طيب however more people than expected turned up so that finally there were Y people at the party. على الرغم من إنه ممكن أو هيكون في هناك ناس أكتر من ال expected people المفروض إن هم يجوا يعني، فالناتج الأخير أو في الآخر يعني هيكون مجموع الناس اللي في البارتي Y، وده برضو من رقم ما نعرفوش. طيب chef now has to ensure that there's enough food for everyone. الشيف بتاعنا محتاج كده بقى إنه يتأكد إن في أكل للجميع، يعني يكفي للجميع. طيب chef has already ordered X plates of food each costing 100 rupees. الشيف بتاعنا عمل اوردر او طلب اوردر للعدد من البليتس او من الطباق للاكل X، هما برضو X منعرفش هما قد ايه. فكل طبق من دول بيتكون من 100 روبي. طيب for each extra guest at the party، لكل ضيف زيادة في الحفلة دي الشيف هيحتاج إنه يعمل order ل1 plate of food. الشيف بتاعنا هيحتاج إنه يكلم أو يعمل order يعني لطبق واحد من للأكل. ودلوقتي بقى التكلفة بتاعة الطبق ده هتكون 150 روبيز. خليني أقول لكم مثال بسيط. دلوقتي أنت عملت حفلة وجبت وقلت مثلا هنفترض مثلا إنه فرح، وانت جيت مثلا قلت للشخص يعني اللي بيجهز للقاعة وكده ان انا عندي عدد من الاشخاص اللي جايين، بس لو في حد جه زيادة نزل كراسي زيادة وبتاع، وفي الاخر انت حسبته على الكراسي والاكل اللي اكلوه كل ده 150. فهو ده المقصود من المسألة يعني. طيب how much must the chef spend in total to cover food for everyone at the party. دلوقتي بقى الشيف بتاعنا او قصدي هو المسألة بتاعتنا عايزة تعرف ايه هو التوتال يعني اللي الشيف المفروض ان هو يغطيه للاكل كله للجميع في الحفلة دي. عندنا الانبوت فورميت بتاعنا ان الانبوت هيتكون من تو سبيس separated integer الاكس اند واي. يلا بينا نعملها مع بعض كده. integer integer x و y والسيمي كولون والسين x و y والسيمي كولون. طيب والاوتبوت فورميت عايز نطلع له التوتال كوست بتاع الفود. حلو، خلينا بقى نبدا مع بعض في السمبل 1. عندي 5 وعندي 10. 5 ده عدد الاشخاص اللي هم كده كده جايين او اللي هم كده كده الاكسبكتد البيبل اللي هو الاكس. طيب خلينا كده واحده واحده ومن غير ما يعني مع بعض كده. دلوقتي عندي الاكس ايكوال 5. حلو، انا قلت لك ان الشيف المفروض ان هو هيدفع 100 روبيز في كل فور اتش اكس اللي هو ايكوال 5 من الطباق. فده معناه ان التوتال بتاعهم ان انا لو جيت عملت ال 5 ملتبلاي ال 100 ايكوال 500 اهو، حتى هو كاتبها لي هنا اهو. طيب ال10، ال10 ده معناه ان هو زود عليهم. طب زود عليهم كام يا ترى؟ زود عليهم 10. طب انت عرفت منين ان هو زود زود عليهم 5. انا اسفه معلش، زود عليهم 5. طب انت عرفت ان هم ازاي زود عليهم 5؟ عملت عمليه حسابيه. ايه هي العمليه الحسابيه؟ عملت ال10 ماينس ال5 طلعت لك 5. انت فاهم حاجه؟ يعني انت عملت الواي ماينس الاكس طلع لك الناتج او الناس الزياده اللي جايه لك. حلو، ده الايه انا عايزه اقول لك ازاي جت يعني، او ازاي انت عرفت ان احنا زودنا 5. دي اول حاجه. طيب الفاينلي بقى او بعد كده بقى ايه اللي يحصل؟ الخمس اشخاص الزياده اللي جم دول هنعمل فيهم ايه؟ احنا قلنا لك ان الخمس اشخاص زياده ان اللي هم بيدفعوا 150 روبيز، او الشيف او يعني او كل جست منهم هيدفع 150 روبي. حلو حلو، فده معناه ان انا هعمل ال5 ملتبلاي 150 equal 750 روبيز.
طيب المجموع بقى التوتال بتاعهم، احنا كل ده احنا مش عايزين نوصل لكل واحد فيهم، لا احنا عايزين نوصل للتوتال. خد ال 500 اللي انت عملتها في الاول اللي هي ال 5 ملتبلاي ال 100 واعملها بلس ال 5، اعملها بلس بقى للناتج اللي طلع من ال 5 ملتبلاي 150 اللي هو ايكوال 750. يبقى ال 500 بلس 750 ايكوال 1250 روبيز. حلو حلو كده، انا فهمت المساله وفهمت فكرتها. خلينا بقى نبدا نطبق مع بعض. اول حاجه هعمل انتجر وهعمل مثلا expected، لان انا هعمل اول حاجه الاكسبكتد. اوكي انا حاسه ماشي. expected دي اول حاجه. equal مين بقى الاكسبكتد؟ انا هعمل ايه في الاكسبكتد؟ اول حاجه الاكسبكتد اني هعمل x multiply ال 100، ودي اول حاجه احنا قلنا عليها ان احنا هنعملها. صح صح. طب تاني حاجه اللي هي انتجر ال unexpected. طيب الانكسبكتد اللي انا قلت لك هنعمل عليهم ايه؟ قلت لك اول حاجه ازاي نعرف ان احنا نجيب، اول حاجه نعملها ازاي نعرف ان احنا نجيب عدد الناس الزياده اللي هي ايه؟ 10 minus 5 اللي هي الواي minus ال 5. حلو، يبقى هعمل كده واي minus الاكس. بس في حاجه لسه ما خلصتش. بعد ما اعمل واي minus اكس هعمل ايه؟ هعمل ملتبلاي بقى لل 150. طب معلش يا ملك، ما كده لو كده هتطلع غلط. ليه هتطلع غلط؟ لان احنا عارفين اول حاجه ان احنا لما بنيجي نبدا عمليه حسابيه بناخد اكبر عمليه حسابيه بنعملها الاول، بعد كده بنعمل اصغر واحده. عندك حق، يبقى المفروض ساعتها انا عايزه ابدا بالده الاول اللي هو الواي ماينس اكس، يبقى ساعتها احط براكت براكت كده، وهنا سيمي كولن. طيب اخر حاجه بقى التوتال كوست بتاعنا اللي احنا عايزينه. عشان ما تتعبش نفسك اعمل حاجه بسيطه قوي، اعمل سي اوت واكتب له الاكسبكتد انتر بلس الانكسبكتد. ثانيه واحده ملك، ازاي انت عملتيها في السي اوت؟ خليني اقول لك حاجه تريك انا ما قلتهاش قبل كده. السي اوت تقدر تعمل بلس لكن ما تقدرش تخزن. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اقول مثلا الاكسبكتد ايكوال 100، غلط، ما ينفعش. السي اوت ما تقدرش تخزن لكن السي اوت تقدر تعمل بلس. طب خلينا كده نبدا نعمل مع بعض رن ونشوف. كده المفروض ان الكود بتاعنا يكون خلص. خلينا كده هاخد الكود ده كده كوبي عشان هو عايز يعمل ريفرش عشان سبمشن وقف. بسم الله، يلا بينا. اهو هو حطها، لسه حاطط الكود. تعالى نعمل رن كده بقى مع بعض ونشوف الكود ده هيطلع لنا ايه. بالظبط طلع لي 1250. طب خلينا نعمل كده سبميت ونتاكد. اهي المسألة كده بتاعتي خلصت، وبكده نكون خلصنا مسألتنا النهاردة واللي كانت بعنوان اكسترا جستس. اتمنى تكونوا استفدتوا منها واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واشوفكم في الفيديو الجاي، ويلا باي.